يا مساء الورد عليكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. ورجعنا تاني في فيديو جديد النهارده يا بنات، فيديو حلو قوي وحاجه كلنا بنحبها. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده انزلي حطي لي لايك، ولو انت اول مره بتشوفيني يشرفني متابعتك. ايه دي؟ ايوه هي دي الكرشه يا بنات. بصوا احنا كلنا كمصريين بنحبها قوي بجد، جميلة ولذيذة، وبصوا طعمها حلو قوي. فطبعا العرايس اللي لسه متجوزين جداد مش بيحبوا يجيبوها ليه بقى؟ عشان تنظيفها. عايزة اقولك ان تنظيفها زي ما انت شايفة كده اسهل ما يكون. انا جايباها متنضفة، بس ايا كان برضو لازم تتنضف تاني، لان الاسود اللي انت شايفاه ده لازم يتشال. كل الجلود اللي فيها ورا دي والدهون لازم تتشال. هوريها لك، هنخليها شمعة منورة فلة كده فلة. عارفين الفلة البيضة؟ هي هتبقى كده، هتبقى بيضة خالص. بصي، انا خرجت كل الدهون اللي فيها، ما سبتش ولا حتة دهن. تمام. بصي دي بقى دي لونها وردي طبيعي، بس برضو هنكحتها بالسكينة. بصي هعمل ايه، هكحت كده بالسكينة واخرج كل اللي فيها. شايفين الابيض اللي بيخرج في السكينة ده اللي انا عايزة اخرجه. دي الحتة دي اسمها اباوة، بتبقى حلوة قوي يا بنات، اللي ما جربهاش يجربها. بصي بقى قصقصتها كده بالمقص، وطبعا حطيتها نقعتها ساعتين في مية ودقيق وملح ابيض بس، ونقعتها ساعتين تاني. هي بتاخد نقع كتير، بس علشان نخلي ريحتها حلوة ونخليها هي نضيفة جدا، نقعتها ساعتين تاني في شوية سكر وملح ابيض وورق لوري وحبهان. وكمان حطيت معاها فلفل اسمر وجنزبيل، ولازم الجنزبيل عشان يشيل الزفارة، وطبعا الحاجات اللي هي مش بتبقى مستحبة. بصي بقى، بعد ما عدى وقت النقع بتاعها ده كان لونها. شايفين اللون؟ لو شايفة نقطة سودا فده الفلفل الأسمر اللي هي طبعا كانت منقوعة فيه. فالفلفل مش بيسيبها بسهولة، يعني بيفضل ماسك فيها كده شوية. وكده كده أنا هحط للشوربة بتاعتي فلفل. شايفين بياضها يا بنات؟ هاتيها ومش هتندمي ان انت جبتيها. اقرب طريق لقلب جوزك ايه؟ يلا بقى، لو جوزك نفسه في الكرشة انزلي هاتهاله. شايفة المية نازلة عاملة ازاي؟ بصي المية اللي في البولة اللي انا شلتها فلة. حطيت ملح فلفل اسمر، وحطيت كوبيبة صيني، ورحت مغطياها. انا مش عايزة انكهها باي منكهات، لاني انا كده كده الشوربة دي هتتدلق. الشوربة دي تطلعي منها الكرشة وتروحي دلقاها على طول، ملهاش اي 30 لازمة، ما بنعملش بيها اي حاجة اصلا. لحد كده تمام يا بنات؟ تمام، ماشي. بصي بقى، انا طبعا عملتها في حلة الضغط لان هي بتاخد وقت شوية. جبت بصلتين كده حلوين على معلقة سمنة في الحلة دي، ورحت مخرطاهم. ليه بقى؟ عشان احنا بنحبها في الطاجن الصعيدي بقى، الطاجن الفخار، فلازم نعمل لها تسبيكة. عايزه اقول لكم انا ما بجيبش التوم ناحيتها نهائي، هو الملح بس والفلفل الاسمر والبصله والطماطم، مش بحط اي منكهات تاني. ما هو احنا يا بنات زمان، اجدادنا بقى وامهاتنا الناس الكبيره دي ما كانتش بتعرف التوابل الكتير بتاعت اليومين دول. بص، هو انا مش عارفه انا جيت ليه على البوتاجاز اخرط الطماطم، يعني انا على طول بعملها على الرخامه. فمش عارفه، هو اكيد عشان التصوير كان هنا يعني، فاستسهلت. ماشي، عدوها. الطماطم دي انا ليه ما شلتش الحته الخضراء رميتها؟ عشان انا هصفيها. انتوا عارفيني اي طبيخ انا بعمله او اي تسبيكه عامه لازم اصفي الطماطم. الحاجه الوحيده اللي مش بصفي فيها الطماطم هي المحشي. فكده كده دي هتتصفى، وانتوا هتشوفوني ان انا مصفياها.
لاني انا مش هنزلها من الخلاط، من شفشق الخلاط يعني، لا انا بصفيها بالمصفى في طبق او في بولة كبيرة. بصوا بقى، هو ده هو ده اللي يتقال عليه يا سيدي. خلي عندك قرن الفلفل الاحمر ده، عشان ده ببصوا بيعلي الدماغ كده، يعني شطة يعني سبايسي يعني ايه، فلفل احمر. مش حطاه عشان يحمر لي لون الطماطم، لا خالص، حطاه عشان انا عايزاها سبايسي ومش عايزه احط شطه حمراء، فهضربه مع الطماطم. شايفين يا بنات متصفيه ازاي؟ انا بحب الطماطم بتاعتي تبقى بيور. ليه؟ علشان قلنا تفل الطماطم دون او قشور الطماطم دي يا بنات بتعمل حموة على الصدر، يعني بعد ما تاكليها كده تحسي بحمو او تحسي بانتفاخات، فاهماني؟ القولون عندك لازم هينتفخ. هنا بقى لابد من معلقه السكر. بصي بقى، اتسبكت الطماطم بتاعتي كويس قوي قوي قوي، رحت طافيه عليها. هفتح على الكيشه هشوفها استوت ولا لا، هلاقيها لسه شويه. بصي، شايفين البياض والنظافة والجمال؟ كل ما الكرشة بتاعتك تغسلي فيها وتنضفيها كل ما تكون جميلة. هغطي تاني لاني انا لقيتها لسه عايزة سوا، فعادي خالص. سبتها ربع ساعة تاني في حلة الضغط، لقيتها بصوا بقت ايه، بقت ملبل كده. هي قعدت بالظبط بالظبط في حلة الضغط قعدت ساعة. هتقولي لي خدت وقت، طب اعمل ايه، خدت ساعة. شغلت تاني عليها وشغلت تاني على الطماطم، لا فصلت. اصل انا استغربت، طب انا شغلت هنا ليه؟ فاهمين انتوا حاجة؟ فاهمين؟ هنا يا بنات كانت استوت بعد ربع ساعة. هعمل ايه بقى؟ هصفيها كويس قوي قوي. انا سبتها حتت كبيرة انا قصده، علشان هحط الاطباق فاضية، وكل واحد هطلع له 3 4 حتت كده في الطبق بتاعه بشوية الصلصة ومع نفسهم بقى. وعايزه اقول لكم انا جنب الطاجن ده ما عملتش اي حاجه، ولا رز ولا اي حاجه، هو بالعيش السخن كده وهو خارج من الميكروويف. يا لا الاكله دي مش عايزه اقول لكم بتعمل فيا ايه والله. هتقولي لي انت كل الاكلات بتحبيها؟ الحمد لله، ما فيش حاجه ما بحبهاش الحمد لله، ما عدا حاجه واحده هي بس اللي مش بتحبني. ما ينفعش طبعا نقول على نعمه ربنا ما بنحبهاش، هي اللي مش بتحبني. بصي انا طبعا ده كله عشان اتجنب الكوبيبه الصيني ما تنزلش معايا في الطاجن. هقلبها كويس قوي قوي قوي، وهزود الطماطم بكوبايتين من الميه. استحاله هحط من الشوربه، استحاله. انا شوربه الكرشه دي لا لا خالص، ما تجيش ناحيه اكل نهائي، مع انها نظيفه. انت هتقولي طب ما انت بتقولي انها نظيفه، هي نظيفه وزي الفل، بس انا استحاله يا بنات. بصوا لقيت واحده كوبيبه ورحت شايلاها. جربي الطاجن ده وعلى ضمانتي، ولو انت عروسه جديده جوزك هيبوس ايدك بعد ما ياكل على طول. بصي بقى الطاجن الفخار الصعيدي اللي انا جايباه من عند حماتي، ربنا يا رب يخليها لي، هو ده اللي انا عملت فيه احلى اكل بجد تاكليه جوه الطاجن ده. سيبك بقى من البايركس، هي تتعمل في كل حاجه، بس الطاجن ده ليه طعم تاني. الطاجن ده يا بنات صعيدي صعيدي. بس دخلتها الفرن خدت كده وش شويه، شغلت عليها الشوايه ورحنا اكلين. جربي بقى وقولي لي في الكومنتات ايه رايك، ولو انت وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في دعوه حلوه من القلب ولك بالمثل. مع السلامه.